تعال اقول لك على 7 روايات هيتحولوا لاعمال فنيه الفتره الجايه. روايه دم على نهج للكاتب ابراهيم عيسى هتتحول لمسلسل اسمه عسل احمر مكون من 10 حلقات من بطوله هند صبري وآسر ياسين. الاحداث بتدور خلال التسعينات عن صحفيه بتعمل حوار مع سفاح قبل اعدامه، وبسبب اللي بيحكوه لها حياتها بتخش في صراعات وصدمات كتير. المسلسل هيبقى من اخراج مريم احمدي، والسيناريو والحوار هيبقى لمحمد هشام عبيه ووائل حمدي. روايه بنات الباشا للكاتبه نوره ناجي هتتحول لفيلم بنفس الاسم من بطوله زينه وصابرين ومعاهم الفنانه سوسن بدر. الاحداث بتدور عن مجموعه من السيدات اللي بتشتغل في صالون تجميل في طنطا، وبيواجهوا تحديات وصدمات بيحاولوا يعدوا منها على امل في حياه جديده احلى. الفيلم هيبقى من اخراج محمد العدل، والسيناريو والحوار لمحمد هشام عبيه. روايه ازمه للكاتب محمد صادق هتتحول لفيلم بنفس الاسم من بطوله احمد داوود واحمد داش وسلمى ابو ضيف. الاحداث بتدور عن شخص بيعاني من الاحساس بالفشل لعدم قدرته على تحقيق اي حلم ليه، وفي عيد ميلاده ال36 بتجيله مفاجاه بتغير شكل حياته وتخليه ياخد رحله جديده. اللي هيكتب السيناريو والحوار والاخراج هيبقى لمحمد صادق في اول تجربه اخراجيه ليه، اللي برضه تعاقد على تحويل روايته طه الغريب الى فيلم من بطوله حسن الرداد. الاحداث بتدور عن شخص كئيب ضحى بكل حاجه في حياته علشان حبه وعايش على ذكرى حبيبته اللي اختفت، لكن بترجع حبيبته تاني وتحاول تصلح حياته. والفيلم هيبقى من اخراج عثمان ابو لبن. روايه 100 حلم قبل الموت للكاتب محمد جلال هتتحول لمسلسل من 15 حلقه باسم على ظهر الراجل من بطوله كزبره. الاحداث بتدور في اطار اجتماعي كوميدي عن شخص بيحس ان الموت بيقرب منه، فبيحاول بكل ما عنده انه يحقق احلامه قبل ما يموت. العمل هيبقى من اخراج عبد الرحمن ابو غزاله، والسيناريو والحوار لمصطفى حمدي. وكان اعلن احمد مراد عن تحويل روايه موسم صيد الغزلان وابو الهول لمشاريع سينمائيه، وهو شغال على التعديلات الدراميه عشان تتماشى الروايه مع الدراما السينمائيه. شاركونا بالروايات اللي مستنيين تتحول لاعمال فنيه الفتره الجايه.